الناخب الوطني وليد الركراكي استدعى إسماعيل القندوس باش يلعب في المباراة اللي غادي تكون ضد الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. بديت تعرف معنا شكون هو هذا اللاعب؟ تبع الفيديو. تزاد إسماعيل القندوس في فرنسا وبالضبط في مدينة ليل نهار 12 نوفمبر سنة 1997. المركز ديال إسماعيل هو الدفاع الأوسط وتيلعب بالقدم اليمنى. أما أهم الإنجازات اللي حقق إسماعيل القندوس هي أنه قدر يساعد الفريق ديالو صامت جيلواز باش يطلع للدرجة الأولى، واللي كان المفاجأة أنه قدر يتنافس على اللقب مع أن الفريق ديالو يلا طلع من الدرجة الثانية من الدوري البلجيكي. دابا أجي نعرفوا واش غادي يقدم شي اضافه ولا لا. الصراحه هو لاعب مزيان، ولكن ما تنساوش انه عندنا وحوش في الدفاع بحال نيف اكرد وغان مسيس ومزراوي وحكيمي، فراه ماشي غير جاو وسماوه احسن دفاع في كاس العالم. اما اللي بغى يعرف امتى غيتلعب الماتش ديال المغرب مع الراس الاخضر وجنوب افريقيا، فراه الماتش الاول واللي غيكون ضد الراس الاخضر هيكون نهار 12، اما الماتش الثاني اللي غيكون ضد جنوب افريقيا فغيكون نهار 17 يونيو. الى وصلتي حتى هنا واستفدتي ما تنساش لايك وبارطاجي الفيديو ودير متابعه باش تدخل العائله ديالنا المتواضعه.